السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ايه رايكم بقى في فيديو النهارده يا جماعه؟ حبيت اشارك معاكم الغدا اللي انا عملته النهارده. عملت سمك مشوي وعملت الرز بطريقه حلوه قوي، هو اللي يشوفه ويدوق طعمه ويقول ان هو رز معمر في الفرن، لكن انا عملته على عين البوتاجاز بطريقه حلوه قوي وحبيت اشاركها معاكم. يلا بينا. اول حاجه انا جبت الرز وقدرته في الحله اللي هعمله فيها. انا هعمله زي ما اتفقنا على عين البوتاجاز من فوق، بس هديكي نتيجه زي معمر الفرن بالظبط. غسلته كويس وحطيت له الملح بتاعه. التركه دي بقى اللي مهمه واساس ان انت تظبطي مقدار الميه في الرز ومقدار اللبن. بتحط كميه اللبن اللي عندك ايا كانت، وبتحط ايدك على قد ايدك، الميه ما بتغطيها او اللبن بيغطيها. بتحط نص الكميه ميه ونصها لبن. تمام كده، بس لازم ايدك الحاجات السايله تكون مغطياها. كف ايدك كده، شايفين ما شاء الله. انا برضو برجع اعدل الرز اسويه في الحله وبحط ايدي تاني. لما ايدي تكون مش باينه من الميه يا جماعه، مش غرقانه قوي، لا مش باينه، يبقى كده مقدارها صح. اول ما يبتدي يغلي زي ما انتم شايفين كده، ههدي عليه النار بقى واسيبه يستوي براحته او يتلجم براحته. تمام كده، هدي عليه النار خالص. شايفين ما شاء الله كل حبايه ما شاء الله ريحته في حتة تانية خالص. ده توفير لوقتك وتوفير لنار الفرن. طبعا مش هتولعي الفرن كل يوم علشان صينية او علشان طاجن صغير، هيسحب منك غاز كتير. جربي الطريقة دي في الحلة على عين البوتاجاز من فوق. يلا بينا بقى ندخل على السمك. معايا التوم والليمون والملح والشطة والكمون، معايا فلفل الوان. كل الحاجات الحلوة اللي عندك حطيها. بعمل ده كله في الخلاط عشان اعمل تمليحة حلوة للسمك. تمام كده، او تشريش على حسب ما بتقولي. شايفين ما شاء الله انا نعمتها في الخلاط ضربتين اتنين في الخلاط بس يكسر لي الحاجات دي عشان السمك يتشربها كويس زي ما انتم شايفين كده. لو انت اول مره تشوفيني ما تنسنيش باللايك والشير والاشتراك يا جماعه، وصلوا على النبي في الكومنتات وقولوا لي تسلم ايدك وحطوا اللايك. سخن الفرن كويس قوي. هبدا بقى السمك ده مش كبير قوي، فعلى قد حجمه انا هشويه، يعني مش هخليه ينشف قوي في الفرن لان هيطلع ناشف. هديله رشه رده كده، اعمل له الكفر اللي هشوي بيه. الرده دي يا جماعه بتحافظ على فص السمك ان هو ما يتحرقش او ما يلزقش مني على البلاطه بتاعه الفرن. هبدا ارصه في الفرن بقى، وهعلله النار سيكه عشان ايه يستوي بسرعه. غير السمك اما يكون كبير انا بهدله النار شويه، بس في الاول لازم يكون النار عاليه على ما الصاجه تسخن قوي. خلاص انا ما شاء الله هو اتشوى كويس. هطلعه بقى واحط عليه التشريشة او التمليحة على حسب ما بنقول عليها. السمك ده صغير فانا بشويه يعني على قد ما يستحمل، مش بياخد نار كتير قصدي يعني. رشيت عليه التمليحة بتاعته. هبدأ بقى اطلعه في حاجة يصفي المية اللي هي فيه، اللي هي بتاعت التمليح. زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ما شاء الله نتيجته حلوة قوي. نظبط الفرن بتاعنا بقى قبل ما نمشي زي ما احنا متعودين. حته القماشه بتاعتنا المبلوله، وبمسح البلاطه كويس عشان اجي اشتغل عليه مره تانية الاقيه نضيف. يا جماعه حطوا له لايك بقى وصلوا على النبي في الكومنتات. نفسي يا جماعه القناه تكبر بيكم، دعم بالله عليكم منكم. شايفين ما شاء الله فص السمك والقشره بتتشال بكل سهوله، وهو كمان لسه سخن. شايفين ما شاء الله شكله عامل ازاي، مستوي كويس وحلو قوي. وادي الرز كمان الحبايه بحبايتها. جربي الطريقه دي هيوفر معاكي كتير وهتلاقي النتيجه حلوه معاكي برضو. شايفين الرز ما شاء الله كل رزايه متغلفه كأن هي عليها سمنه بالظبط. اول ما يبتدي يغلي يا جماعه في الحله انا بهدي عليه النار خالص. وده قلب الحله من تحت، شايفين؟ تشوفيه تقولي ده رز معمر في الفرن. جربي الطريقه دي، انا بعملها على طول واعتمدتها ما شاء الله. بس اهم حاجه تهدي النار عشان ما يدخنش منك. ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسنيش باللايك والشير والاشتراك يا جماعه، وحطوا اللايك وصلوا على النبي في الكومنتات. واشوفوا الشكر على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.